صباح الفل وصباح الجمال عليكم بناتي واحفادي حبايب قلبي. النهارده ان شاء الله هنعمل شوربه خضار. بس ناقصه مكون واحد اللي هو البسله، دورت عليه صراحه مش لاقياه. فالمكون اللي عندنا ان شاء الله بسم الله كوسه، بطاطس، جزر، فاصوليا خضراء، فلفل الوان، كرفس، فص ثوم واحد، ليمونه هنبشر بس ايه منها حته كده على الشوربه. تمام. هنصلي على النبي ونشوف هيتعمل ازاي. هنحط بقى المادة الدهنية، وطبعا عشان ايه دي شوربة خضار ما بتحتاجش ايه دهون كتيرة. تمام. هنصلي على الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. المادة الدهنية تسيح خالص. نصلي على النبي وننزل المكونات الاول يا حبايبي، لان هي ايه بتستوي بصعوبه، مش بصعوبه يعني، هي المفروض تنزل اول حاجه الفاصوليا الخضراء. تمام. والجزر معاها. تمام. الكوسه والبطاطس لا شويه. بسم الله. صلي على الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. نشوح كويس. اسفة يا جماعة ما لقيتش البسلة عشان تبقى ايه كاملة، بس ده يقضي الغرض. بسم الله الرحمن الرحيم. شوح كويس قوي. نزل معاها لما طلعنا بيه فص ثوم واحد. تمام. ورقتين غار لو ورق لورا. الريحه ابتدت تطلع. اللهم صل على النبي. الله اكبر. ننزل بقى الايه المكون الثاني، الكوسه والبطاطس مع بعض. بسم الله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بس الالوان يا جماعه سامعين التسويق، كل الالوان ما تزيد كل ما تبقى فيها فايده اكتر. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. والله يا جماعه الريحه مش قادره اقول لكم. فص الثوم مع ورق الغار عمل شغل. ننزل يا حبايبي فلفل الوان. تمام. الكرفس بجيبه واشيله في الفريزر لاي وقت. تمام. بصر الليمون بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا الالوان كده
يا رب يا رب يديم علينا الخير. اللهم لك الحمد يا رب. اي حاجه يا جماعه هنعمل منها طبخ. اللهم صل على النبي. المكون ده عباره عن حبايتين 2 بطاطس، 3 كوسه، 3 جزر، ربع كيلو فاصوليا خضراء بس. وهيعمل لنا شوربه خضار في منتهى الجمال. والكرفس وورق الغار انا ما بحطش اي توابل، والشوربه لسه بتتشوح لان بتخلي المكون غامق مسمر. فلفل اسود وبقيه المكونات هحطها ان شاء الله لما يخش على سوا. هحط بقى فلفل اسود عشان حتى تبقى ريحته حلوه كده. الريحه ايه مش ناقصه اي حاجه. صلي على الحبيب. نزود النار شويه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايبي، نبشر بقى بشرة ليمونة، مش ليمونة كاملة، شوية كده بس للريحة، تدي ريحة في منتهى الجمال. والليمون بقى بعد كده تحطوه على الشوربة وانتوا بتاكلوها. أهم حاجة ايه؟ البصرة دي لا لا لا، الريحة مش قادرة اقول لكم. لازم تسمعوا الصوت ده قبل ما ننزل بالمرقة. اسمعوا الصوت ده. عندكم مرقة بقى بتاعت لحمة، بتاعت فراخ، بتاعت اي حاجة، ما عندكوش مرقة خالص، مكعب مرق بيقضي الغرض، مش هنقف على حاجة. لوحة تشكيلية. ونصلي على الحبيب النبي وننزل بالمرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله أكبر. بسم الله. أنا عايزاكم تسمعوا الصوت ده. سمعتوه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده. شايفين يا جماعة؟ نعمل ايه بقى؟ نحط الطماطمايه. بسم الله. طماطمايه بس مش مقطوعه للاخر، 4/4 كده من لغايه النص كده، علشان ما تدوبش في المرقه. تمام. نصلي على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام ونغطي عليها وبعد كده اوريها لكم. شوفوا الاول. نهاركم جميل يا جماعه، ما خدش وقت. تمام. هنحط بقى الفلفل الاسود وهنحط الملح اهي يا حبايبي. ونصلي على الحبيب ونحط رشه ملح بس كده. الفلفل الاسود احنا قلنا ايه عشان ما يسودش الشوربه، نحطه في الاخر. صلي على حضره النبي. الله اكبر. بصوا حاجه ما شاء الله. وبعدين مش مستويه لدرجه الهري انها تبقى مهريه، لازم تبقى كده شوربه الخضار كده. صلي على الحبيب ونغرف. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكرفس اللي طلع معانا. بسم الله. الكلمة بتبقى أخطر من السلاح. أقوى سلاح في الغزو. غزوة قلنا على أفكارنا. تمام.
واظبطه بقى واوريهولكم يا حبايبي. غرفته تمام. المكونات بتاعته زي ما قلت لكم: جزر، كوسه، بطاطس، فاصوليا خضراء، ورق لورا، كرفس، فلفل اسود وملح بس، ما حطيتش اي حاجه تاني، وبشره ليمونه، وحطيت الفلفل الاسود في الاخر عشان ما يسودش الشوربه بتاعته، وهو قدامكم، والليمون اهو اهو يا حبايبي، شايفين؟ وكده رز.